الآن نتجاوز مرحلة الضجة الإعلامية والتصريحات والمؤتمرات، حيث أن الملعب سيكون الفيصل وله الكلمة الأولى والأخيرة في من سيحسم هذه المباراة. كل شيء رائع هنا، الألوان، الأجواء، الأهازيج، هذه متعة الحضور والوجود في المدرجات. الآن بدأت المواجهة. فيسيل كوبي في مواجهة مانشستر يونايتد. لا شك أن بيدري واحد من أفضل المواهب في كرة القدم حاليا، ليس فقط في إسبانيا بل على مستوى أوروبا والعالم. ليس من السهل أن تثبت قدراتك وموهبتك في فريق كبير يمر بمرحلة صعبة. هذا الأمر يحتاج إلى شخصية كبيرة وذكاء غير عادي في التعامل مع الكرة، لكن بيدري من البداية ورغم حداثة سنه أثبت أنه يملك المؤهلات اللي تخليه قادر على دور كبير في المباراة. تمركز أهم صفة للمدافع، رائع جدا في توقع مسار الكرة. فرناندو توريس، بيدري تروح الآن جميلة خلف الدفاع، مرة من هنا أليساندرو كوستا كورتا دافع بشكل سليم، قرأ التحرك بشكل مطلوب، قام باتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب. لا يوجد شيء مثير في الملعب اليوم، حذر كبير، خوف من التقدم، لذلك لم نشاهد أي تسديد على المرمى. في طريق والفرصة، يا إلهي، هدف لمانشستر يونايتد، ونجحوا في تسجيل الهدف الأول في المباراة. انهار الكرة، أي دقة، أي ضربة صعبة على الحارس. عندما نقول هداف بالفطرة، روعة أقدامه وجمال كراته، هدف جميل جدا. والآن تغيرت النتيجة لتصبح 1-0. تقدم جاء في لحظات مهمة جدا من عمر المباراة. التركيز الآن ضروري حتى لا يرتكب الفريق أي خطأ. يلعب كرة للوراء، يقطع الكرة بشكل رائع. نغولو كانتي، مباراة مثيرة، وحتى إذا كان متأخر في النتيجة يظل قادر على تصحيح الأوضاع بدون شك. ليونيل ميسي بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة، يتدخل ويقطع الكرة، تميز في قراءة اللعب والتحرك لقطع الكرات. كاسيريس، قتلت الهجمة قبل أن تبدأ. مانشستر يونايتد يحاول اعتماد على الكرات الطويلة، اسلوب لعب لاختصار المسافات، لكن تحتاج فيه إلى لاعبين بتكوين مغامرة من أجل استعادة الكرة. إبعاد الكرة، والآن لديه فرصة ليونيل ميسي. هنا تظهر براعة الحارس في الدفاع عن مرماه. ميسي ظن أنه تمكن من الحارس لكنه كان مخطئا. الركنية الأولى في المباراة. بارك جي سونغ يلعب كرة قصيرة، يبعد الكرة بعيدا عن المرمى. بيدري يشتتها بعيدا، تمريرة جميلة، كرة كانت في منتهى الخطورة لكن الدفاع اليوم في أفضل أحواله. مانشستر يونايتد ينقل الكرة بشكل سريع ورائع. وفي هذه انتهت الاستراحة، والآن نعود إلى شوط المباراة الثاني. في هذه الظروف يجب أن يلعب الفريق بتوازن في الأداء، لأن الاندفاع نحو الهجوم قد تكون له نتائج عكسية. فيليب لام، مارادونا، يلا كرة عرضية بمبدأ الأمان، يبعد الكرة، موجود هنا لقطع الكرة لوحده بمجهود فردي. تحرك فرناندو توريس،
مع الضغط ينجح في استعادة الكرة. مارك جي سونغ يعود بالكرة وسط الملعب، يلعب كرة طويلة، تدخل في توقيت حاسم. يتدخل ينهي الهجمة قبل أن تشكل خطرا على فريقه. لا يوجد مرور من هنا. متأخر بهدف ويبحث عن التعادل في شوط المباراة الثاني. لم يكن هناك مجال لعبور الكرة. تنتهي الهجمة هنا قبل أن تصبح أكثر خطورة. نقولوا كانتي، بيسيل كوبي يسير في الاتجاه الصحيح في المحاولة الهجومية، محاولة لخلق فرص هجومية. الآن تقدم جيد. كاسيريس يستعيد الكرة بعد ضغط قوي، يحاول صنع الفارق. هذه كرة جول، يا إلهي، الكرة تعانق الشباك وتشعل الأجواء وتبدأ الاحتفالات في المدرجات. المباراة تعود لنقطة البداية، تعادل يأتي وأي إثارة هنا. واضح التركيز، واضح العزيمة والضغط على الخصم من أجل تسجيل مثل هذه الأهداف. شيء رائع الحقيقة. إن الفريق قوية من مبابي. يا سلام على كرة في الشباك، يا سلام على حضور رائع جدا. يا إلهي، ما الذي حدث هنا؟ انقلبت الموازين، انقلبت الطاولة. يأتي التقدم الآن. اللمسة الأخيرة كانت من أروع ما يكون. براعة كبيرة في التعامل مع الكرة أمام الحارس. Substitution on the field. Number 21, Mbappe. كلا الفريقان يستخدمان الأوراق المتاحة من على دكة البدلاء من أجل صناعة الفارق. بيسيل كوبي متقدم بفارق هدف الآن. بيسيل كوبي يضرب بقوة في هذه اللحظات، ينجح في تسجيل هدفين بشكل سريع. يعود من بعيد ويقلب النتيجة 2-1. كوكسو بيسيل كوبي أكيد يرغبون في تعزيز التقدم وعدم التراجع والدفاع فقط. هدف آخر راح يخلي الفريق يلعب بأريحية أكبر، ولهذا رأينا هذه الفرصة. زيكو تكون هذه هي فرصة تعادل. لم يتبقى أمامه الكثير من الوقت وعليهم استغلال الفرصة. خطيرة هنا، يا سلام على كرة في المرمى. هدف يشعل الأجواء، هدف يثير الحماس، والهدف يأتي، هدف جديد يوضح الفارق في الأداء. وهذه هي صافرة نهاية المباراة. بيسيل كوبي قدم مباراة مذهلة، أداء رائع، إثارة حقيقية شاهدناها في عودتهم من التأخر في النتيجة بهذه الطريقة الرائعة.